السلام عليكم، فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة كويزين خديجة باها. نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الفيديو ديالي ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غنشارك معكم ميني كيك كيجيو رائعين بزاف، وكيجي المذاق ديالهم لذيذ وكيجيو هشاشين. ميني كيك اللي ساهلين ما كياخذوش الوقت دغيا كيوجدوا، تقدموهم للضيوف او العائله ديالكم وكذلك الوليدات ديالكم في وجبه فطور، وممكن تعطيوهم لهم يديوهم معاهم المدرسه احسن بكثير من البسكويت اللي كيكونوا جاهزين. وصفة اللي رائعة بزاف كتستحق التجربة. تبعوا معايا الفيديو والمقادير من اول حتى الاخير باش تحصلوا على هذه النتيجة هذه. نبداو دائما على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها كما غتشوفوا معايا، غادي ناخذ هاد الليمون الفرديين، غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت مزيان كاملين من التحت ومن الجوانب، وعاد غادي نرشهم بشويه ديال الدقيق. هاد العمليه هادي الا كنتو غادي ديروا هاد الليمون الفرديين غادي ديروها هي الاولى لانها كتاخذ شويه الوقت كما كتشوفوا معايا. كذلك الا ما بغيتوش ديروا هاد ميني كيك او كيك في هاد المول فرديين، ممكن ديروا مول كبير عائلي او ديروا عاوتاني اي مول او اي مولات فرديين عندكم، سواء هادو او اللي كيكونوا فيهم داك جنيبات من الوسط، يعني فيهم دوك الدراجي، او تستعملوا المول ديال مول عجيب. دوك الفرديين هنا كيبقى لكم الاختيار في المول، استعملوا اللي بغيتو. هادو راه موجودين كيديروا غير درهم الوحده، يعني جيبوا فيهم شي 12 حبه وغتستعملوهم بزاف. عندهم بزاف الاستعمالات، عندهم الكيك، بسبوسات، تحليه، كذلك البريوش اللي بغيتو غادي تستعملوه في لي مول. هادو زوينين عمليين. صافي كما كتشوفوا هنايا دهنتهم بالزيت مزيان ورشيتهم بشويه ديال الدقيق وستهم مزيان، وعاد غادي ندوزو المكونات ديالنا ديال هاد الميني كيك. من بعد غادي نحطهم على جنب. غادي ناخذ هنايا اناء، غادي نوضع فيه 2 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، وغادي نزيد معاهم كاس عنبه ديال السكر سنيده. الكاس باش تعبروا السكر هو باش تعبروا المكونات ديالكم كاملين. غادي نزيد كذلك قبيصه ديال الملحه، وغادي نطرب مزيان هاد السكر سنيده مع البيض حتى كيتضاعف القوام ديالهم وكيميل شويه البياض، حتى القوام كيكون شويه كريمي، يعني كيكون شويه عاقد. ضروري ما تطربوهم مزيان مزيان مزيان. بالنسبه لهاد العمليه هذه كتساعد بزاف الكيك ديالنا، باش ملي كيطيب كيجينا الكيك خفيف ومهوي، ما كيجيش مدقس نهائيا. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما غادي نطرب مزيان البيض مع السكر كما قلت لكم كنحصلوا على هذا القوام هذا وكيكون شويه كريمي. غادي نزيد هنايا كاس لاروب ديال زيت نباتيه. غادي نطرب عاوتاني كذلك شويه هاد الزيت هذا مع البيض والسكر، وعاد غادي نزيد كذلك واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني، او استعملوا البنان او اي نكهه بغيتو. كذلك الا متيش تستعملوا الياغورت ممكن تعوضوا الياغورت بالكاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب بارد. بعد غادي نزيد كذلك 2 اكياس او 2 ساشيات ديال السكر منسم بالفاني، او ديروا معلقه ديال الفاني بودر او فاني ليكيد اللي عندكم. صافي هنايا هاد الياغورت من فئه 110 غرام غادي نعطيه حتى هو شويه حقه في التطراب. بعد غادي ندوزو للنواشف اللي هما الدقيق والخميره. هنايا الدقيق درت كاس الاولاني كما كتشوفوا معايا وغربلته كما شفتوا. الكاس باش عبرت السكر والزيت هو باش عبرت الدقيق. من بعد عاوتاني درت كاس لاروب ديال الدقيق، وعاد غادي نزيد 2 خمارات. بالنسبه للدقيق ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده، ديروا شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام المطلوب. يقدر يدي لكم 2 كيسان عامرين او 2 كيسان قل 4. كما شفتوا معايا انا درت كاس الاولاني وزدت عاوتاني كاس لاروب. نتوما غادي تضيفوا الكاس الاول والكاس الثاني غتبقاو تضيفوا تدريجيا حتى كتحصلوا على القوام المطلوب. هانتوما تشوفوا معايا القوام ديال هاد الميني كيك كيفاش غادي يكونوا. وزدت كذلك 2 ساشيات ديال الخميره الحلويات من فئه 7 غرام او 8 غرام اللي عندكم. صافي هنايا عاد اخر حاجه غادي نضيفها هي واحد المعلقه صغيره ديال الخل، سواء نديرو خل بيض او خل صفر، حتى هو كيخفف لينا الكيك وكيحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض. شفتوا معايا القوام ديال الكيك كيفاش كيكون؟ هانتوما كيكون ثقيل شويه شويه على الكيك المعتاد، لان ديك الحشوه اللي غادي نديرو له من الفوق ما بغيناهاش تهبط، بغيناها تبقى. صافي كما كتشوفوا غادي نوضع هنايا تقريبا 2 معالق او ملعقه ونص. ما تعمروهمش، غتخليو البلاصه فاش غديروا ديك الحشوه
أو تزيين، وكذلك فاش يتنفخوا لينا، يعني باش ياخدوا البلاصة فين يتنفخوا باش ما يفيدوش لنا من يكونوا كيطيبوا. كما كتشوفوا معايا القوام ديال العجين كتكون شويه ثقيله وكتكون كريميه، القوام ديالها او الملمس ديالها رطب كما كتشوفوا معايا. صافي غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى نسالي هاد الكميه ديال الخليط اللي عندي. انايا خدت ليا 9 من هاد المولات الفرديين كما كتشوفوا معايا، راه كيكونوا شويه هادو كبارين، راه ماشي صغار. صافي من بعد حطيتهم على جنب، وخديت انا جوج ديال التفاحات بطبيعه الحال كيكونوا مغسولين، وقشرتهم وقطعتهم قطع اللي هي صغيره، ما تكبروهمش، قطعوهم قطع اللي هي صغيره مزيان. من بعد عاد غادي نزيد معاهم معلقه صغيره ديال سكر منسم بالفاني، او ساشي او كيس ديال سكر منسم بالفاني، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال سكر سنيده. غادي نخلطهم مزيان وغادي نحطهم فوق هذا الكيك هذا. هنا بغيتو تزيدوا معلقه صغيره ديال القرفه او نص معلقه صغيره ديال القرفه، كيبقى لكم الاختيار. ما بغيتوش غادي تخليوها هكا، ولكن القرفه الا زدتوها خصكم تزيدوها مع الخليط ديال الكيك. المهم هنايا كفكره، بغيتو ديروا قرفه الا كانت كتعجبكم ديروها، انا كتعجبني ولكن ماشي كلشي في الدار كتعجبو. صافي من بعد خديت هنايا التفاح كما كتشوفوا، وغادي نوضع كميه فوق هاد فوق هاد الميني كيك او فوق هاد الخليط هذا، شويه شويه شويه. وعاد غادي نزيد هنايا جوز الهند او الكركاع، غادي نضيف غير شويه، غير حبه حبه في كل وحده، وهرمشوها او قطعوها بيديكم كما كتشوفوا بحال هكا. عندكم اللوز ديروه، عندكم كاوكاو ديروه، عندكم الزبيب ديروه، يعني اللي بغيتو تزيدوه مع التفاح زيدوه، كيبقى لكم الاختيار. ما بغيتو تضيفوا حتى حاجه او ما كانوش متوفرين عندكم ماشي مشكل، اكتفيو فقط غير بالتفاح. صافي هنا وضعتهم في الطاوه ديال الفرن، وغادي نربيهم مزيان بحال هكا كما كتشوفوا باش كيتقادوا، وكندخلهم الفران اللي كيكون بارد مشعول على 180 درجه. غادي نحطهم في الرف الوسطاني ديال الفران حتى كيطيبوا على خاطرهم كما كتشوفوا. خداو معايا 30 دقيقه في الفران اللي كيكون بارد على 180 درجه. هنايا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان مزيان مزيان، وعاد هنايا غادي ندهنهم بشويه ديال العسل او شويه ديال مربى المشمش، كيبقى لكم الاختيار، غير كلمعه باش كيعطيونا ديك اللمعه من الفوق، لا اقل ولا اكثر. ما بغيتوش دهنوهم ماشي مشكل، كيبقى لكم الاختيار. صافي كما تشوفوا غادي ندهنوهم كاملين من الفوق، وغادي نزولهم من هاد القوالب هادو، وتشوفوا معايا كيفاش كيجيو او كيفاش كيجي القوام ديالهم، كيجيو خفافين من الداخل والمذاق ديالهم كيجي لذيذ، وكيجيو طايبين مزيان من على برا. احترموا غير المقادير والطريقه ديال التحضير، وان شاء الله راه غادي ينجحوا معكم وغتحصلوا على نتيجه اللي هي مزيانه. ميني كيك اللي رائعين بزاف، لذاذين وخفافين، تقدموا من الضيوف ديالكم وكذلك حتى الوليدات ديالكم في وجبه فطور، وتعطيهم لهم كذلك يديوهم معاهم المدرسه، احسن بكثير من البسكوي اللي كيكون جاهز. كما كتشوفوا هكا كيكون الشكل ديالهم. نقطع معكم وحده باش تشوفوا معايا كيفاش كيجيو. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وكذلك ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.